الناس اللي على اليوتيوب استغلوا بقى وشير ودعم وبطيخ ويستفندي. يلا يا جدعان، معانا مين يا استاذ؟ هلا هلا عم بهجت، اهلا وسهلا. اخبارك؟ الحمد لله يا فندم. والله يا عم بهجت عايزين نقول له ان هو شخصيا في كل مره بيطلع هو بيخوفنا عشان الناس ما تنزلش يعني. هو بيحب في كل ذكر او في كل طب هو قال احتفال. ايه؟ انا سمعت بس الناس بيقولوا ان هو قال ان احنا بس ما اعرفش هو قال ايه والله يعني. والله يا عم بهجت انا ما سمعته، لكن هو في كل احتفال بيطلع او في كل مناسبه احتفال بيطلع بايه؟ لازم احتفال بايه؟ بالنكس. هو لازم يطلع في اي حاجه طب النكسه، يتكلم. ما هي النكسه احنا مش في نكسه دلوقتي، احنا في شهر ما هو اكتوبر. النكسه كانت يونيو. انا بقول لك انا ما شفتوش، لكن هو في كل مناسبه لازم يطلع. لو تلاحظ عايز يخوف الناس ان هي تنزل، وفعلا الناس يا عم بهجت مرعوبه ان هي تنزل ما هو اصلا، محدش يعني ينزل. احنا قلنا الناس ما بتفكرش. انا ضد النزول يا باشا. اللي عاوز يكون طب خليته ويعلم على الكفره الفجره اللي بيسرحهم عشان يخوفوكم، العيال طب بص يا عم المخبرين، بهجت، انا اقول لك حاجه الضباط، بصراحه. الامنجيه. اتفضل. العيال بص يا بتوع عم بهجت، اللجان. اتفضل. لو هنتكلم بجد، ما فيش حاجه من اللي انت بتقولها دي يا عم بهجت. الناس هنا مرعوبه، ما يا حدش استاذ، هينزل غير لو. يا بيه، اتفضل. لو انا جبت سيره النزول ما هو مش هتيجي غير كده يا عم بهجت، ما مش هينفع تقنعنيش ان انا يا مثلا. بيه. طب يعني قول. يا سعاده اتفضل. البيه، يعني انت مش قادر اتفضل. تنزل انت وخمسه سته هتنزل الشعب ازاي؟ طب يعني انت مش هقول قادر انت هقول لك. وخمسه سته تروح تجيب المخبر اللي بيبلغ فيك وبلغ في اصحابك وبلغ في اهلك وناسك عشان يدمر مستقبلهم، عشان يعذبوهم ويقتلوهم، وهو قدامك لوحده؟ هتنزل تواجه النظام؟ ينفع الكلام ده؟ ما لما هو بص يا تواجه عم بهجت، انا لما هقول لك تواجه حاجه. المخبرين وتنظف المنطقه من المخبرين والضباط هنا اقدر اقول لك ممكن. لو قلت للشعب انزل هقول. هينزل. طب اتفضل. طب انت خلصت، هقول لك بقى يا عم بهجت حاجه. هي لما 25 جت يا عم بهجت، جت ازاي؟ جت لما لا كله ما نزل. جاتش، انا عايز اقول لا لك يا واحد استاذ يا بوحده. بيه يا سعاده. طب هكمل كلامي لا في مش دقيقه هتكمل واحده. كلامك لان انت داخل في قصه غلط. 25 يناير يا حبيبي كان في جهات واحزاب وجمعيات طب انا هقول لك وجماعات حاجه. موجوده. ماشي يا عم. ما, كان في ما هو ليه 6 بقى ابريل، كان كلنا. في كفايه، كان في الاحزاب، كان في الاخوان المسلمين، كان في السلفيين، كان في البرادع وزور، وكان في حازم صلاح ابو اسماعيل. طب ما انا عايز اقول لك حاجه يا عم بهجت، احنا الشعب دلوقتي كله متضرر. ليه كله؟ انا عايز اقول لك فكره ان واحد ينزل لوحده دي من رابع المستحيلات يا عم يا بهجت. سعاده البيه، انت ليه نتكلم بصراحه. مصمم تنزل؟ بنقول لك كون خليه من غير ابن كما ياخد. اسمع واقفل واتعلم. هو انا بقول لك حاجه من عند بهجت؟ ما في ثوره في التاريخ وما في تغيير تم في التاريخ الانساني ولا ثوره في الثورات الا وعملوا اللي انا بقول لك عليه ده. عملوا خلايا صغيره نزلت تحط، لو هم محتلين مثلا، على العساكر الانجليز وتجيب رقبتهم، على الناس اللي بيتعاونوا مع العساكر الانجليز وتجيب رقبتهم. نفس القصه برضه هننزل نحط على المخبرين وهننزل نحط على اللي بيتعاملوا مع اولاد فوزيه اولاد ومع الامن والشرطه والبوليس عشان يقبضوا عليك ومستقبلك وبلدك. لا مين شاف ولا مين دري. لا حد هيقول لك اقف قدام اسم، ولا اقف قدام دبابه، ولا اقف قدام بوكس، ولا اقف قدام عسكري. في الدرع بتغطوا وتروح تنام وتخرج. يا حول الله يا رب، ده الراجل عنده عيال، حرام عليكم يا ارهابيين يا اولاد الكلب. يا حرام، وروح عزي فيه وخد العزا كمان، ولا حد هيقول لك انت بتعمل ايه. لما الموضوع ده ينتشر هيقول لك لا العمر مش بعزائك كسيس. انت هتديني كام يعني عشان ده فلان مات وفلان مات وفلان حصل وفلان سوى؟ انا مال امه. انزل انت بقى. هكذا هي الثورات، فيبداوا يخافوا منكم. الشعب يلاحظ ان هم النظام بدا يخاف فيبدا يتجرأ عليه. هتلاقي خلايا كتير بدات تظهر، ولما تكون مجموعات وخلايا كفايه ممكن تقول للشعب لو شايف ان نزول الناس الشارع هو اللي هيحل الموضوع ممكن تقول لهم انزلوا، او بدل ما تنزلوا الشارع وتروحوا وزاره الدفاع، لا احنا هنروح، ما احنا لمين معلومات بقى، هنروح عند المجلس العسكري، بيوت المجلس العسكري وقرايب المجلس العسكري واولاد واحفاد لواءات المجلس العسكري، ويتم السيطره على البيوت دي. سلموا لنا البلد بدون رصاص، والمؤسسه اللي هيحصل فيها فوضى وانتم بتسلموها انت وذريتك هتدفع الثمن بس.
انا بقول لهم على خطه، ومش لازم نعمل كده، مش لازم هي دي تكون الخطه يعني، ممكن في مليون خطه ثانيه. لا حد مات ولا حد حصل له حاجه ولا البلد ولعت ولا البلد حصل فيها حاجه، عشان الناس اللي خايفين من الفوضى، خايفين من الناس هتموت، هيموتونا. ما يموتك خلاص، هيجي يموتك ايه؟ هيموتك، هيروح يضربك بالطيران، يضرب بيته ويضرب عياله ويضرب مراته. وممكن هو يكون موجود وانا هقول له انا خارج، لا، ده فجاه كده هيلاقينا جوه بيته فوق سريره والعيال بتبصيه فيه. لو في حد موجود في اجهزه الدوله بنقول له سلم يا لان عيالك، احفادك، قرايبك، امك، ابوك معانا. الساده الضباط الصغيرين اللي هياخدوا اوامر بقتل الناس، انت ببيته وسط امه وابوه وعياله واخواته. يلا موت بقى. هيموت مين؟ هو ما حدش خارج له. عاوز تموتنا تعالى لنا عند بيتك، اضرب في بيتك بقى بالدبابه، اضرب في بيتك بالاف 16. انا بديكوا حاجه لا هي صعبه التنفيذ ولا مستحيله، واسهل منها واقل كميه دم ستراق لو تم السيناريو اللي انا بقولك عليه ده. اقل كميه دم تراق بسيط، يمكن ما فيش دم غير دمهم هم هو اللي يراق. ما حاجه بسيطه. وانا بقول لك مش هي دي الخطه. انا دائما اشوف امكانياتي ايه وابني خطتي عليها. وانت ما عندكش خطه كل السنين دي؟ لا يا عمنا، عندنا خطط كتير، بس انا ما اعرفش امكانياتي ايه. انا عازمك على الغدا، اتصل بالبيت، يا ام احمد عندنا ايه؟ استنى يا اخويا افتح الثلاجه، عندنا كام علبتين جبنه، وفي علبه عسل موجوده، وفي مربات، وفي عسل اسود وعسل ابيض، وفي عيش وعيش توست، وفي مش عارف الايه. والله يا جدعان في اكله خفيفه كده، وفي بطيخه يا حبيبي احنا جبناها وما قطعناش لسه، في شويه فاكهه موجودين. يلا يا حبايبي هنا كده بطيخ بعيش بجبنه كده بشويه فاكهه بعسل بتاع ومال. يلا عملت العزوم. ايه يا ام احمد في ايه؟ لا يا اخويا والله ده الفريزر مش عارف اقفله من اللحوم والحاجه، عاوزين نخلص منها بقى. انتوا بقى كل شويه اقول لكم تاكلوا تقولوا لا مش مالناش نفس. وماله يا ام احمد، عندنا لحمه وخير ربنا كتير، وعندنا فراخ، وعندنا فراخ سابقه التجهيز، وعندنا ناجتس، طب يا اعملي يعني ايه يا اخويا؟ حاضر. تفتح الاجهزه اللي عندها وترمي كل واحده في جهاز استوى وتشغل فرن والبوتاجاز وخلاص. عملنا عزومه مشرفه. والله يا حبيبي ما انا نسيت، ما فضيناش نعمل شوبينج، والثلاجه مش قد كده والحاجه ويمكن ما تكفيش. هات اكل وانت جاي. عناية يا ام احمد حاضر. عدى اشوف لي محل فراخ مشويه ولا حاجه، جيب لي 3 4 فرخات وشويه عصاير وشويه لحمه وشويه مش عارف الايه، ويلا يا شباب بسم الله، ونفتح بورق وكده باطباق ومن وناكل هو ده امكانياتك. اعرف امكانياتك وظبط على قد امكانياتك خطتك زي ما بيقولوا. وده اللي انا بقوله. الناس اصحاب الدعوات مش ممكن هترسم دعوه وعاوز تظبط الشعب عليها وانت زي لا مؤاخذه خايف تنزل ومحدش عارف شخصيتك غير 5 6 فيكوا بس المعروفين الشخصيه. طب عندك حد ينفذ؟ لا ما عنديش. عندك حد على الارض؟ لا ما عنديش. ما انا هعمل مش عارف ايه. هتعمل ايه؟ طب مش تكون الناس اللي على الارض وشوف الناس دول عندهم يقدروا يعملوا ايه وامكانياتهم ايه وتبدا على اساسها. انما تعيش ناس في حلم اصل هنعمل يبقى زيك زي اللي قبلهم لما قالوا هنخرج في 11 والشعب كله كل مره بيخرج واحد يعمل اقول لك الشعب على اخره. طب ما الشعب على اخره من اول يوم انقلاب عسكري كان الشعب على اخره. كانوا في ملايين بينزلوا الشارع برضه ضد السيسي وضد لكن الناس اللي بيقودوهم لم يحسنوا استثمار هؤلاء الناس. كانوا بينزلوهم الشارع يصرخوا وينادوا ويتقتلوا ويتقبض عليهم ويتبهدلوا. لا انا ضد الموضوع ده. انا هنزل مش عشان النظام لا عشان النظام جماعي وفرادى. طب انا امكانياتي على قدي فرادى. طب انا مش قادر اروح اجيب لواء اقطع رقبته كافر بيقتل الناس ظالم. اجيب مخبر على قد. ادور على اعلامي نص كم ابن اشوف العيال اللي بيشتغلوا الجان هم دول كلاب برضك.
اللي بيطلع يعمل مداخلات ده يعرص للسيسي، واللي بيكتب بوستات، واللي بيعمل فيديوهات، ما هم دول سهلين، لا عندهم حراسات ولا عندهم حاجه، ولو ماتوا ما حدش هيسال فيهم. وبالعكس دول ينشروا الخوف والرعب وسط النظام زي الصاروخ. ايه المانع يعني؟ هكذا انا ما بقولكش تعمل كده، انا بقول لك هكذا تصنع الثورات. ده اللي اتعلمناه لما سمعنا عن اي ثوره، وده اللي اتعلمناه من التصرف البشري للبشر. لما حد يجي يهدد وجودك، وجود اهلك، ناسك، شرفك، عرضك، وطنك، دينك، لازم يكون ليك رد فعل، ورد فعلك يتناسب مع قوتك. على قد قوتك بتحط. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة بدر الأولى، قال أول ما طلع على مكة كده ويلا نضرب ونفتح مكة، ولا راح يعترض القوافل أبا سفيان والقافلة اللي كانت معاه؟ ما لقاهوش. أبا سفيان علم فغير طريقه. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال طب خلاص لما نطلع بدر الكبرى خد بعضه على مكة؟ لا، هم اللي جوله فقابلهم فنصره الله. طب راح فتح مكة؟ لا، انتظر. فكانت أحد كانت نصر وتحولت إلى شبه هزيمة، فصبر. فكانت الخندق وبعد كده توالت الغزوات والأحلاف إلى أن مكنه الله من فتح مكة، وبعدها بدأ يغزو بقى الجزيرة طولا وعرضا إلى أن فتحها كلها، شبه الجزيرة العربية. ده اللي أنا بنقول لك عليه. كون خليتك الصغننة. هتقول لي أصل أنا ناس الشعب ده، وأنت لو مش لاقي وسط أهلك وناسك وجيرانك وأصدقائك من تثق فيه ومكلوم زيك وشايل هم البلد زيك، تبقوا شعب فعلا. لا تكلمني على ثورة ولا تكلمني على خرا على دماغك ولا على دماغ البلد.